في برنامج العالم وتفعلوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن احمد سليمان. احمد سليمان قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسي ومرض نفسي وعملوا نفسه مش طبيعي، واحد بيعمل تعصب وفتن في مصر ومنبع للتعصب وفتن في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب ياسر الجرابي كمان بتاع فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا احمد سامي طبعا هو بيقول كلام بشع، ده كلام غير محترم، ده كلام بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراض ان ده بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجه بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا احمد سامي طبعا هو ب 100 وش بتلاقيه ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تصاميم نافع ومدلس وكذاب وانه بيكره وبيغل وبيحكي والشر ما بتجاه ده عمل مشكله، عمل عقده من سنين لانه هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يعني فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى التعصب فتنه وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى الحقد والغل. تعال شوف كده. النادي الاهلي دلوقتي جمهوره ان هو مدي ظهره مش عارف ليه. يعني والله عايز اقول لك احمد سليمان الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربي لك خفيف. كميه حقد وغل وتعصب وفتنه احمد سليمان تجاه النادي الاهلي. واضح ان الاهلي عمل لك مرض نفسي. احمد سليمان حقيقي عمل لك مرض نفسي جامد. طلع بيقول حاجه غير محترمه بجد، حاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه حقيقي بجد. طلع بيقول ان جمهور الاهلي بيدي ظهره للنادي. احنا عمرنا ما ندي ظهرنا، احنا مش زيكم يا احمد سليمان، احنا مش زي جماهيركم. احنا دايما بنكون على المر قبل الحلوه، لكن انتوا لا، انتوا لا، احنا دايما على طول على المر قبل الحلوه. احنا عمرنا ما بندي ظهرنا، لكن انت عايز تعمل ترند ولقطه يا احمد السليمان، عايز تتشاف والناس كلها تتكلم عليك، لكن انت حقدك وغلك للنادي الاهلي مليك، لانك انت عايز تعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه بالكلام اللي انت بتقوله، وكلام كله حقد كلام غير محترم، كلامك كله حقد وغل وغل طبعا ومرض نفسي تجاه النادي الاهلي. الحقيقه فعلا حقيقي الاهلي فعلا عمل لك مرض نفسي يا احمد السليمان. فعايز اقول لك يا احمد السليمان الاهلي دايما هيفضل مجننك وهيفضل مربي خفيف وهيفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا احمد سليمان قلت لكم هو بيحب ياسر الجدل كما تعرف فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا احمد سليمان طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. احمد سليمان اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم.